السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة موجهة إلى شعبنا العزيز في الإمارات العربية. إخوتي شعب الإمارات، أنتم أهلنا وربعنا ونحن نعتز بكم. أنا مواطن يمني، أحب في هذه الدقائق أن أخبركم ما فعله محمد بن زايد وجيشكم في اليمن. قبل أيام احتفل جيشكم بذكرى خروجه من اليمن أو مشاركته في اليمن، وأتى القادة العسكريين وتحدثوا بأمور خطيرة جدا واعترافات خطيرة جدا لخصت جرائمهم داخل بلدي، وقد شعرت أن هذه الكلمات موجهة لتضليل شعب الإمارات العزيز، وعليه أريد أن أخبركم أهلنا وربعنا في الإمارات، شعب الإمارات العزيز، بحقيقة ما فعله محمد بن زايد وفعله جيشكم وفعلته حكومتكم في بلد اليمن. إخوتي، نعرف أن اليمن تعرضت لاحتلال سلالي إيراني قذر. هذا الاحتلال عن طريق أحذيتهم الحوثيين كان يستهدف احتلال اليمن ومن ثم السعودية ومن ثم الإمارات، والخطر على الوطن العربي كامل. نحن نعرف أهداف إيران في المنطقة. قمنا ودعينا أشقاءنا العرب لمساندتنا، وقامت قيادتنا الشرعية بطلب رسمي من الإخوة في السعودية، والسعودية طلبت من الإمارات، وجاء الجيش السعودي والإماراتي والجيوش العربية وشاركت معنا. بعد شهرين شعب الإمارات العزيز لاحظنا أن جيشكم وأن الذين أتوا لمساندتنا من الإماراتيين ومن الجيش الإماراتي، لاحظنا انحراف خطير جدا جدا بمهام الجيش الإماراتي. بعد شهرين فقط لاحظنا أن طيران الإمارات يقتل الصفوف الأولى من الجيش أثناء الهجوم. لاحظنا أن الإماراتيين والجيش الإماراتي حينما نبلغهم بأي عمليات عسكرية للأسف الشديد نلاحظ أن العدو يكون لنا بالمرصاد، وثبت أن هناك معلومات تتسرب من الإماراتيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للعدو. كنا نقول هذا الكلام وكان الناس يقولوا أبدا هذا كلام غير وهذا ما يصلح وظلينا نرصد سنة بعد سنة أداء الإمارات. فجأة لاحظنا أن الإمارات فتحت معسكرات في بعض الجزر وبدأت تجند يمنيين خارج إطار الشرعية، خارج إطار الجيش الوطني، خارج إطار، وكان الناس يصبروا ويقولوا لعل وعسى. ثم بدأنا نلاحظ أن المسألة تطورت وتم اغتيال قيادات. 25 من أهم قيادة الجيش المؤسس للجيش الوطني قتلتهم الإمارات بيوم وليلة، يعني ضربتهم وأنهتهم، رغم أنهم تواجدوا في معسكر على حدود ما بين السعودية وقريب عمان، يعني بعيد عن الأحداث. 5 سنين علمتنا بالأدلة ما فعله جيشكم يا شعب الإمارات. إخوتي شعب الإمارات، محمد بن زايد بعد 5 سنوات ما فعله بالإمارات هي جرائم اعترف بها نائب رئيس هيئة الأركان العامة لجيشكم وقال أنهم جندوا 200,000، طبعا خارج القانون. هذا من 200,000 مهمتهم تفتيت اليمن، تمزيق اليمن، قتل خارج القانون، ارتكاب جرائم إرهابية، فصل اليمن، تدمير اليمن، ما عنده أي هدف غير هذه الأهداف، ومساندة الحوثي. كل اللي جندهم الإماراتيين اليوم يا إخواني هم من يساندوا الحوثي ويهربوا سلاح للحوثي. شعب الإمارات العزيز، أصبح اليوم القاسي والداني يقول أن مال الإمارات مال سائب، وأن شعب الإمارات شعب لا يحاسب قياداته، والدليل أن محمد بن زايد يصرف مليارات في اليمن على ماذا؟ على تجنيد إرهابيين، وعلى اغتيال علماء وصحفيين ونخب سياسية، وعلى مساندة الحوثيين، وعلى إفشال السعودية. نعم، نحن اليمنيين حسينا بعد 5 سنوات أن جهود الإمارات تصب في تدمير السعودية من خلال إفشالها في اليمن، وتدمير اليمن من خلال تمزيقها. لماذا؟ ما هو المكسب؟ ولصالح من يعمل محمد بن زايد؟ ولصالح من يصرف هذه المليارات؟ لا نعرف. يكذب محمد بن زايد في الكواليس ويقول يريد أن يسرق سوقطرة للإمارات ويعطل موانئ اليمن، وهذا الكلام طبعا وهم، لأن اليمن بفضل الله ستظل موحدة، وإن لا قدر الله انفصلت فإخوتنا اليمنيين في الجنوب لن يسمحوا بتعطيل موانئهم. هم يريدون تنمية ويريدون دولة بالأخير، ولن يسمح الجنوبيين أن تسرق سوقطرة أو غيرها. ومشروع محمد بن زايد سينعكس عليه من الجنوبيين أنفسهم. شعب الإمارات العزيز،
5 سنوات وجيشكم هنا يرتكب جرائم، يغتال العلماء الوسطيين والمعتدلين، يغتال الصحفيين، يغتال النخب. ماذا فعل لكم محمد بن زايد بهذه المليارات التي هدرها في اليمن؟ ورث لكم ثأر، لأن الدم لا يسقط بالتقادم. تحتاجوا 500 سنة الآن لكي ترقعوا أخزاق محمد بن زايد في اليمن. محمد بن زايد قتل اليمنيين، وهذا دم، والدم لا يسقط بالتقادم. محمد بن زايد بملياراتكم صنع الإرهاب في اليمن، صنع الإرهاب في ليبيا، صنع الإرهاب في الصومال، ويصنع الإرهاب في كل مكان. في بلدي هذا الإرهاب اللي يغذو محمد بن زايد من خلال تنمية عصابات إرهابية. مجموعة من الإرهابيين أخذ كل الإرهابيين الموجودين على قائمة الإمارات أنفسهم. قولوا لي يا شعب الإمارات، هل من حد منكم يحاسب محمد بن زايد ويسأله كيف تعلن أبو العباس إرهابي وأنت من تدعمه؟ هذا الإرهابي بن بريك، الإرهابي الذي يعني كل من يعمل معه من عصابات الإرهاب على قائمة الإرهاب الذين اقتحموا أبيان وغيره وغيره، اليوم معك في قائمة تدعمها يا محمد بن زايد. إخوتي شعب الإمارات، 5 سنوات. اسمحوا لي أن أقول لكم وألخص لكم ما فعله محمد بن زايد. أهدر مليارات من أموالكم، وأهدر معها سمعتكم، وورث لكم ثأر، وجعل دبي أصبحت كارثة عربية. بدل أن كانت فخر واعتزاز لنا العرب، أصبحنا الجميع الآن يتهامسون في الوطن العربي أن دبي دمارها، خرابها، فشلها، محاصرة اقتصادها أصبح أمان للوطن العربي، لأن الأموال التي تجنى في دبي تتحول لدعم الإرهاب والإرهابيين في بلادنا وفي كل البلدان. ولذلك محمد بن زايد الآن يدمر دبي من حيث لا يشعر، ويدمر أبو ظبي من حيث لا يشعر. إخوتي شعب الإمارات، هل فيكم عاقل يحاسب هذا المعتوه محمد بن زايد على ما يفعله؟ إخوتي شعب الإمارات، عندما يفعله محمد بن زايد في اليمن وفي ليبيا هو أنتم من سيجني يعني ويلات هذا الدمار الذي يفعله محمد بن زايد. أموالكم السائبة تصرف على تدريب الإرهابيين، وتصرف على تدمير سمعتكم. أهلي وشعبي في الإمارات، نحن اليمنيين نستغيث بالله سبحانه وتعالى ثم بنخوتكم العربية أن توقفوا جنون محمد بن زايد في اليمن، لصالح من يمزق اليمن، لصالح من يفعل هذا الجنون في اليمن، لصالح من إفشال السعودية في اليمن من قبل محمد بن زايد. السعودية اتفقنا معها أو اختلفنا، لكن دمارها دمر لنا جميعا، هي قبلتنا، وكارثة أن يحصل فيها يعني أن تحصل إيران عليها، ولن تحصل بإذن الله. لكن ما يفعل محمد بن زايد هو يريد تدمير السعودية وإفشالها في اليمن من خلال جرائمه، ويريد تدمير اليمن، ويريد تمزيق اليمن. هل يا إماراتيين أحدكم سأل محمد بن زايد 200,000 جنتكم هؤلاء هل هم جيش وطني؟ سؤال فقط، هل هم جيش وطني؟ هل هم جيش شرعية؟ إذا ما هم، ولصالح من جندتهم. شعب الإمارات، محمد بن زايد أورث لكم ثأر، وأورث لكم كراهية، وأورث لكم مشاكل. أنا أدعوكم يا إخوتي كمواطن يمني محب للإمارات ولشعب الإمارات، أدعوكم انقذوا الإمارات وسمعة الإمارات وأموال الإمارات من يد هذا المعتوه محمد بن زايد. محمد بن زايد لن تجنوا منه مجد، والله لن تجنوا منه إلا خراب ودمار. محمد بن زايد سيهدم كل ما بنوه والدنا زايد رحمة الله عليه. محمد بن زايد أشعل الكراهية في الوطن العربي، وجعل الإمارات مكروهة عند العرب، وجعلها محل اتهام بالخيانة والعمالة. هل هذه الإمارات التي صنعها زايد؟ إخواني الإماراتيين، هل هذه الإمارات اليوم هي التي صنعها زايد؟ إلى أين يذهب محمد بن زايد بالإمارات؟ إلى أين يذهب محمد بن زايد بإنجازات الإمارات؟ إلى الهاوية. أنقذوا دبي من محمد بن زايد، أنقذوا الإمارات من محمد بن زايد. أما اليمن إن شاء الله ستتعافى بإذن الله من جرائم محمد بن زايد. محمد بن زايد يزرع الإرهاب في كل مكان، وأنتم من سيجني ثمرة هذا الإرهاب، ونحن نعلم أن ثمرة الإرهاب هي الخراب والدمار. شعب الإمارات، رسالة من يمني، نقول لكم يا شعبنا يا ربعنا، نحن نطلب منكم أوقفوا جنون محمد بن زايد وما يفعله في بلدي وما يفعله في بلدكم. فمحمد بن زايد أصبح خطر على الإمارات، وأموال الإمارات المليارات التي الآن ينهبها محمد بن زايد ليصرفها على الإرهابيين وعلى العصابات في اليمن. تحية لكم شعب الإمارات،
وأرجو أن تصل رسالتي هذه ورسالة اليمنيين لكم رسالة محب: أنقذوا أموال الإمارات وسمعة الإمارات من جرائم محمد بن زايد في اليمن. تحية لكم.